الممثل المصري رامز جليل أصدر فيلم بعنوان أخي فوق الشجرة، وكان الممثلين اللي حاضرين فيه هما حمدي المرغني، محمد ثروت، ويزو، وكان ضيف شرف في الفيلم بيومي فؤاد. من غير ما نطول عليكم خلينا نشوف قصة الفيلم ونرجع من بعض. يحكي الفيلم على علي، شخص نظيف منظم، فجأة يدخل لحياته خوه اللي هو اسمه بهي، شخص متربي في أمريكا، أي حاجة بالنسبة ليه عادية لأنه حياته الكل بريسك بين المسيح، فتتقلب حياة علي 360 درجة. وكان بهاء بوعمي، معناها نجم نقولوا عليه سبوعيتو. عاش عليه شوية صعوبة مع أخوه في التأقلم بين تقاليدهم. المهم غير ما نحرق عليكم ياسر الفيلم، ننصحكم تتفرجوا في السينما خاطر حاجة كبيرة ياسر. وانتم ما تنساوش كان عجبكم الفيديو باش تحطوا لايك والسبسكرايب. ما تنساوش كان عجبكم الفيديو تحطوا لايك واشتراك.